اعملوا لكم يا شباب، اعملوا لكم مشاريع خاصة، لا تعيشوا على الوظيفة عبودية، عيشوا احرارا. هناك نوعين من الاعمال، اعمال حرة واعمال عبدة. موظف عبد. من هو العبد؟ في الزمن السابق العبد هو شخص يملك شخص اخر يتحكم به. ممنوع العبد يدخل ويخرج الا باذن سيده، ممنوع يسافر الا باذن سيده، ممنوع يصدر قرار ولا يتصرف الا باذن سيده، وسيده يعطيه شويه فتات يعيش عليه. في السابق يسمونهم عبيد، الان يسمونهم موظفين. هل يستطيع الموظف ان يدخل ويخرج بدون اذن سيده؟ هل يستطيع ان يسافر بدون اذن سيده؟ هل يستطيع يتخذ اي قرار بدون اذن سيده؟ والمبلغ اللي يعطونكم عليه يعطوكم اياه في نهاية الشهر، هل يسوى عقولكم وتدريبكم ودراستكم كل هذه السنين؟ اذا هي عبودية. فاذا لا تفكروا في الوظيفة اعتبروها فترة تدريب. ما في مانع واحد ياخذ وظيفة 3-5 سنوات يتدرب، يعتبرها تدريب. لكن اعملوا لكم مشاريع. الذي ينهض بكم وينهض بأسركم وينهض بكل البلد هو القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي. فهذا مبدأ أساسي في كل البلاد، في كل مكان. عندما يكون الناس منتجين وليسوا عالة على الدولة، عندها يكون إنتاج حقيقي. ففكروا في الإنتاجية، فكروا في العطاء.